في الفيديو ده هنعمل برنامج الالارم المنبه. انا هنا بستخدم الكيفي والكيفي ام دي لعمل الواجهه. ده الوقت الحالي اللي هو الكرنت تايم. انا مش ظابط الالارم عشان كده مكتوب هنا نو الارم سيت. هضغط على سيت الارم وهختار وقت الالارم اللي انا عايزه. الاقيه كتب لي هنا اهو الارم سيت 2 وبيكتب لي الوقت اللي انا اخترته. اول ما بيتحقق وقت الالارم، وقت المنبه ده يعني الوقت اللي تحت ده بيبقى مساوي للكرنت، بيتكتب لي على طول الارم تايم تو ووك اب، يعني الارم ده وقت الصحيان او الاستيقاظ. وبيطلع لي بوب اب مسج اللي هي المسج دي فيها سنوز اللي هي غفوه او ديسميس. لو ضغطت على سنوز بيعمل غفوه 5 دقايق وبعدين يرجع الالارم يشتغل تاني والبوب اب مسج تشتغل تاني وتظهر تاني. ولو ضغطت على ديسميس بيتقفل خلاص الالارم. هعمل امبورت للكي ام دي. الام دي اب دي اللي بستخدمها في عمل الواجهه، وده من خلال الاوامر دي. بعمل كلاس بسميه اي اسم وبحط جواه الفانكشن اللي اسمها بيلد. لازم استخدم الفانكشن دي اسمها بيلد. البيلد ده اسم محجوز وبكتب جواه باس عشان لسه انا ما كتبتش اي اوامر. لو عملت رن هلاقي الواجهه اتعملت معايا بالشكل ده. طيب عايز اغير مقاس ولون الواجهه، ده من خلال الويندو. هنغير اللون من خلال الكوماند ده window dot clear color يساوي، وهنا في 4 خانات. ال4 خانات دول هما ال RGB color والاوباستي. ال RGB اللي هو الاحمر والاخضر والازرق، والاوباستي اللي هي الشفافيه. القيم من 0 ل1، يعني الاوباستي عندي هنا لو خليتها 0 يبقى الشفافيه 100%، لو خليتها 1 يبقى مفيش شفافيه خالص. والارقام هنا اللي هي بتاعت الالوان من 0 ل1 زي ما قلنا، يعني الواحد اعلى قيمه لدرجه اللون دي. فانا هنا كاتب 1 يعني عايز درجة لون ابيض. وبعدين هغير مقاس الواجهة window dot size تساوي 400 و 650، يعني العرض بتاع الواجهة انا عايزه 400 والارتفاع عايزه 650. تعالوا نكون الواجهة اللي قدامنا دي عبارة عن صورة وبوتون وليبل. هسحب الصورة والنغمة بتاعة الصوت لملفات البرنامج. دي النغمة بتاعة الألارم. أنا هستخدم هنا طريقة البوكس لي أوت لترتيب العناصر جوه الواجهة. طريقة البوكس لي أوت دي بترتب لي العناصر في الواجهة إما فيرتيكال أو هوريزونتال، يعني رأسي أو أفقي. أنا هنا عايز ترتيب رأسي. هعمل إمبورت للبوكس لي أوت عشان أقدر أستخدمها، وهعمل أي متغير هسميه لي أوت يساوي بوكس لي أوت، وهفتح قوس أورينتيشن تساوي فيرتيكال، يعني الاتجاه بتاعنا فيرتيكال رأسي. تعالوا نعمل لود للصورة. هنكتب أي متغير img يساوي image وسورس تساوي، وده اسم الصورة. هنعمل import للإيمج. هنضيف الإيمج لللاي اوت وهنعمل return layout. دلوقتي هنعمل الليبل بتاع الكرنت تايم. هكتب سيلف دوت كرنت تايم ليبل يساوي ايه السيلف دي؟ بكتب سيلف قبل المتغير عشان اقدر استخدم المتغير ده في اي فانكشن تانية غير الفانكشن اللي هو معمول فيها. يعني لما اجي استخدمه في اي فانكشن تانية بكتب اسمه بالشكل ده سيلف دوت كرنت تايم ليبل. تمام، هيساوي ليبل وبفتح قوس والتكست بخليه فاضي في الاول عشان هحط فيه التايم الحالي بعد شوية والفونت سايز حجم الخط هيبقى 30 والكلر هيبقى 0001، يعني اللون الخط هيبقى اسود. هنعمل import ليبل. هنضيف الليبل ده لللاي اوت. طيب انا هديله اي تكست عشان بس لما اعمل رن يظهر معايا عشان اشوفه بس، وبعد كده نبقى نحذف تاني التكست. هنعمل البوتون بتاع السيت الارم. هكتب سيلف دوت سيت الارم بوتون، ده اي متغير، الاسماء دي اي متغير يساوي ام دي ريزد بوتون. الام دي ريزد بوتون ده نوع من انواع البوتونز بتاعه الكي في ام دي. في انواع كتير للبوتونز، ده نوع منهم، اشكالهم مختلفه. التكست بتاعه سيت الارم والبوز اندرسكور هنت اكس 25%، يعني انا عايز احركه في الاكس لمسافه 25% من
العرض، والفونت سايز 32 حجم الخط، والسايز اندرسكور هنت 5/10 و2/10. يعني البوتون ده هيبقى الارتفاع بتاعه 2/10 والعرض بتاعه 5/10. وهضيف البوتون لللاي اوت، وكمان لازم اعمل امبورت للMD raised button. دلوقتي هنعمل 2 ليبل، واحد اللي هو النو الارم ست ده، والتاني الليبل اللي لونه احمر اللي بيظهر لما وقت الالارم يجي، اللي هو فيه الجملة دي. يعني المفروض النو الارم ست ده بيختفي ويظهر التاني لما وقت الالارم يتحقق. وبحطهم الاتنين ليبل دول جوه الريلاتيفلي اوت، والريلاتيفلي اوت هيبقى جوه البوكس اوت. طب ليه انا حطيتهم الاتنين جوه الريلاتيفلي اوت؟ لان انا عايزهم الاتنين يتحطوا فوق بعض. البوكس لي اوت مش هيقدر يعمل لي القصه دي. البوكس لي اوت بيرتبهم لي يا اما فيرتيكال يا اما هوريزونتال. الريلاتيف لي اوت بختار مكان الليبل او ان كان البوتون بختار مكانه في الواجهه فين بالظبط، حتى لو كانوا فوق بعض. يعني مثلا لو عندي الواجهه 100 في 100 ممكن اختار مكان البوتون عند 50 و50. كذلك ممكن احط الليبل فوقه عند 50 و50. وهو اللي هنعمله هنا ده، هعمل اي متغير لي اوت 2 يساوي ريلاتيفلي اوت، وهعمل import للريلاتيفلي اوت، وهضيف الريلاتيفلي اوت للبوكس لي اوت. بقول لي اوت دوت اد ويدجت لي اوت 2. دلوقتي هنعمل 2 ليبل وهضيفهم للريلاتيفلي اوت. self dot status label يساوي label text يساوي no alarm set، الفونت سايز 40، الكالر 0001 يعني اسود، لونه اسود، والبوزيشن بتاعه فين؟ عند 0 و40. يعني انا عايز احركه 40 بيكسل في الواي ولكن مش هحركه في الاكس. نعمل الليبل تاني self dot status label 2، التكست بتاعه فاضي، انا عايزه في البدايه يبقى فاضي ما يبقاش فيه تكست. ليه؟ لان انا عايز النو الارم ست هو اللي يبقى ظاهر في الاول، والتاني مش هيظهر غير لما يتحقق الشرط او غير لما يتحقق الالارم. يعني هختار برضو الفونت سايز 24، الكالر بتاعه هخليه احمر 1 و0 و0 و1، البوزيشن بتاعه هيبقى 0 و40، هيبقى فوق التاني بالظبط. وبعدين هضيف الاتنين ليبل لللي اوت 2 يعني للريلاتيف لي اوت. برضو هكتب اي حاجه في الليبل 2 عشان بس يظهر معايا في الاول، يعني عشان لما اعمل رن يظهر معايا واعرف مكانه مظبوط ولا لا، لو حابب اعدل فيه او حجم الخط اعدل فيه او اي حاجه. يعني الترتيب بتاعهم مش مظبوط، ترتيبهم بيكون على حسب مين يتعمل له اد الاول. يعني انا هنا عامل اد للليبل الاول عشان كده ظهر في الاول، فانا هعمل اد للايمج الاول وبعدها الليبل وبعدين البوتون وبعدين الاتنين ليبل. عايز اشغل التايم في الكرنت تايم هنا، تعالوا نعمل import للديت تايم. يبقى هعمل فانكشن هسميها مثلا update time، ده اي اسم يعني، وبين قوسين سيلف، ودي بتعرض لي الوقت الحالي. يعني لما اعمل لها رن هتقول لي مثلا الوقت 10 و2 و3 مثلا، وبعدين هخلي الفانكشن دي تتكرر كل 1 ثانيه عشان خاطر تعرض لي الوقت كل 1 ثانيه. يعني هي فكره الفانكشن دي في كده، الفانكشن دي بتعرض لي الوقت مره واحده، وانا بعدين بكرر الفانكشن دي بخليها تتنفذ كل 1 ثانيه. طيب بعمل اي متغير current time يساوي daytime.now، يعني عايز الوقت الحالي .strf time. بكتب الجزئية دي لما اكون عايز اعمل فورمات معين لشكل التايم، يعني عايز يظهر ازاي بالظبط، يعني عايز الثواني والدقايق والساعات، ولا عايز الساعات والدقايق بس، ولا عايز ايه بالظبط. طب عايز يتكتب AM وBM ولا عايز يتكتب نظام ال 24 ساعة؟ لو عايزه نظام ال 24 ساعة بدل الاي هنا بكتب H، لكن انا عايزه نظام 12 ساعة فبكتب اي، والبي دي عشان يتكتب لي AM او BM. مش هكتب سيلف قبل الكرنت تايم لان انا مش هستخدم المتغير ده بره الفانكشن بتاعته. وبقول للتكست بتاع الليبل قيمتك هي الكرنت تايم. لازم هنا استخدم الانستنس. ليه؟ عشان اربط الاوبجكت بالفانكشن. الاوبجكت ده عشان خاطر اربطه بالفانكشن بتاعته واقدر اغير فيه لازم بكتب هنا انستنس.
انستنس عشان لما اغير قيمته هنا تتغير قيمته في الفانكشن الاساسيه، يعني عشان يبقوا الاثنين واحد. دلوقتي عايز الفانكشن دي تتنفذ كل واحد ثانيه عشان تعرض لي الوقت كل ثانيه، بس انا هنا مش هضغط على بوتون معين ينفذ لي الفانكشن دي، انا عايزها تتنفذ لوحدها كل واحد ثانيه. ده من خلال الكلوك دي بتنفذ لي فانكشن معينه كل وقت معين. فبقول clock dot schedule underscore interval self dot update time وواحد، يعني بقول هنا نفذ لي الفانكشن اللي هي الابديت تايم كل واحد ثانيه، والانترفال هنا يعني كل واحد ثانيه نفذها، كل واحد ثانيه نفذها، لان انا في عندي هنا بدل انترفال بنحط once دي يعني نفذ لي الفانكشن دي مره واحده بعد ثانيه. يعني لو كتبت once هنا بدل انترفال يبقى هينفذ لي الفانكشن دي مره واحده بعد ثانيه، لكن انا هنا كتبت انترفال يبقى هينفذها كل ثانيه ولا يتوقف. تعالوا نعمل import للكلوك. عايز لما اضغط على البوتون ينفذ لي التايم بيكر اللي هو ده اللي بختار منه التايم. هعمل import للام دي تايم بيكر. طيب هنعمل فانكشن بتفتح لي التايم بيكر، هسميها اي اسم وليكن مثلا شو تايم بيكر وبين قوسين سيلف، وهقول تايم بيكر ده اي متغير يساوي ام دي تايم بيكر وبعدين تايم بيكر دوت اوبن عشان يفتح معايا. وهروح اقول للبوتون نفذ الفانكشن دي اون بريس يساوي سيلف دوت شو تايم بيكر. تعالوا نعمل رن ونضغط على البوتون، هنلاقي في ايرور برضو عشان ما استخدمناش الانستنس. طيب نعمل رن. تمام كده. طيب لما بختار الوقت عايز الوقت ده يتكتب في الليبل، يبقى هقول له لما اختار وقت نفذ الفانكشن الفلانيه، ده من خلال الكوماند ده، ودي اسم الفانكشن اللي هعملها. هي دي الفانكشن هسميها اي اسم وليكن on time selected وبين قوسين سيلف. بقول له ان التكست بتاع الليبل هو التايم ده، وكمان عايز الفورمات بتاعه نفس الفورمات بتاع الليبل، يعني نفس الفورمات بتاع الكرنت تايم، وعايز الليبل 2 يبقى برضو التايم بس متضاف له الجمله دي alarm set 2، يعني الليبل 2 هيبقى نفس الليبل 1 بس متضاف له الجمله دي alarm set 2، يعني ده الليبل 1 وده شكل الليبل 2. ليه عملنا كده؟ احنا ليه عملنا ليبل 1 وليبل 2؟ عشان الليبل هو اللي هنقارنه بالكرنت تايم، ولكن الليبل 2 فيه جمله فمش هينفع نقارنه يعني، فاحنا قلنا هنا لازم نكتب انستنس برضو، وكمان هنكتب التايم المتغير التايم. لما بعمل رن وبختار الوقت بينزل هنا، ولكن انا عايز الكتابة السوداء دي بتاعة الليبل الاولاني تبقى بيضة، عايزة تختفي يعني، ويظهر الليبل 2 بس. ما ينفعش طبعا الليبل دي اخليها فاضية، لان البرنامج كده مش هيعرف يقارن ما بين الليبل والكرنت تايم، فلازم اخليها موجودة بس مخفية، فبديها لون ابيض بالشكل ده. طيب عايز لما يتطابق الوقت بتاع التايم مع الكرنت يظهر البوب اب دي، فهعمل الاف كونديشن. بقول له لو الكرنت تايم ده كان يساوي التكست بتاع الليبل اعمل ايه؟ خلي الليبل 2 يبقى التكست بتاعه alarm time to wake up، يعني التكست 2 بدل ما هو كان مفيهوش تكست وقاعد مخفي كده هيبقى له تكست وهيظهر وهيبقى لونه احمر زي ما احنا مختارين فوق احمر. وبقول له كمان افتح لي البوب اب، فبقول له من خلال الكوماند ده افتح لي الاوبن بوب اب و1، يعني ينفذ لي الفانكشن بتاعه الاوبن بوب اب بعد 1 ثانيه. الفانكشن دي هي اللي بتفتح لي البوب اب. دي الفانكشن هسميها open بوب اب، وهعمل اي متغير هسميه self دوت بوب اب يساوي بوب اب. التايتل بتاعها البوب اب دي اللي هو الالارم، وكمان هقول auto dismiss يساوي false، يعني البوب اب دي ما تقفلش غير لو انا اللي قفلتها. وبقول size underscore hint none ونone، يعني ما تخليهاش تملي الشاشه كلها. لو ما كتبتش الكوماند ده البوب اب دي هلاقيها ماليه الشاشه كلها. وبعدين بقول له لا ما تخليهاش ماليه الشاشه كلها، وخليها في السايز اللي انا كاتبه لك ده اللي هو 200 و 150. والسيلف دوت بوب اب دوت اوبن. طبعا هعمل امبورت البوب اب
كده البوب اب هتفتح معايا ولكن فاضيه، عايز اضيف جواها 2 بوتون. انا هستخدم طريقه الريلاتيف لي اوت، هعمل اي متغير لي اوت يساوي ريلاتيف لي اوت وهعمل ال2 بوتون. البوتون الاولاني اللي هو السنوز بوتون، التكست بتاعه اللي هو السنوز، والسايز اندرسكور هنت نون ونون. برضو بقول له البوتون ما تخلوش يملى مساحه البوب اب كلها، خليه في السايز اللي انا هديهولك اللي هو 70 و40. والبوز بتاعه مكانه فين بالظبط؟ عند 125. والديسمس بوتون بنفس الطريقه بالظبط. وبعدين بضيف ال2 بوتون للريلاتيف لي اوت. طيب عايز اقول للبوب اب ده الكونتنت بتاعتك هي اللي اوت، يعني الكونتنت اللي جواك هو اللي اوت ده اللي هو الريلاتيف لي اوت اللي احنا عملناه. فبقول كونتنت يساوي لي اوت. ناخد بالنا من الترتيب، لازم البوب اب تبقى هي اللي من تحت وفوقيها اللي اوت، عشان اللي اوت يتنفذ الاول ويتقري وبعدين يتضاف للريلاتيف لي اوت. طيب عايز اول ما يتحقق الوقت تظهر البوب اب دي، وكمان يشتغل الصوت بتاع الالارم. الكوماند ده بيخلي البوب اب تظهر. طيب عايزين كمان الصوت يشتغل معانا، فهنعمل فانكشن للصوت لتشغيل الصوت، هسميها مثلا بلاي ساوند وما بين قوسين سيلف وايفنت. زي ما قلنا ايفنت دي زي الانستنس كده. الانستنس ده يعني ممكن استخدم اي اسم تاني، ولكن هو متعارف عليه الانستنس ده. الايفنت زي الانستنس كده، اسم برضو دارج، يعني الانستنس والايفنت زي بعض. يعني هعمل لود للصوت الاول، هعمل اي متغير سيلف دوت ساوند يساوي ساوند لودر، وبكتب هنا اسم الصوت بتاعي. وبعدين سيلف دوت ساوند دوت لوب يساوي ترو، يعني انا بقول له خلي الفانكشن يحصل له لوب، يعني يتكرر الى ما لا نهايه. وبعدين سيلف دوت ساوند دوت بلاي، يعني شغل لي الصوت. هعمل امبورت للساوند لودر. الفانكشن دي عايزها تتنفذ مع البوب اب، فهروح هناك عند البوب اب اهو وهقول كلوك دوت تشيدول اندرسكور وانس سيلف دوت بلاي ساوند وواحد، يعني شغل لي برضو البلاي ساوند بعد ثانيه. يبقى كده الصوت هيشتغل والبوب اب هيشتغل كده تمام. انا عايز السنوز يقفل لي البوب اب ويوقف الصوت ويرجع يشغلهم تاني بعد 5 دقايق. فهروح السنوز بوتون وهقول له نفذ الفانكشن اللي اسمها سنوز اللي انا هعملها دلوقتي دي. ادي الفانكشن السنوز سيلف وايفنت. دي بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي سيلف دوت بوب اب دوت ديسمس، يعني بتقفل لي البوب اب وكمان بتعمل ستوب للساوند. وبعدين هتستنى 5 دقايق وتشغل لي الاثنين فانكشن بتاعه البوب اب وبتاعه البلاي ساوند. بعد كام؟ بعد لازم احول ال5 دقايق لثواني، فبضرب ال5 في 60 فيطلع لي 300. وكذلك البوتون بتاع الديسمس بقول له نفذ الفانكشن اللي اسمها ديسمس اللي انا هعملها. الديسمس دي بتعمل ايه؟ بتقفل البوب اب وبتوقف الساوند برضو، وبتعمل حاجه تانية، هترجع الليبل اللي هو نو الارم سيت، هتخليه لونه اسود عشان يظهر. احنا اخر مره خلينا لونه ابيض، فهي هترجعه اسود عشان يظهر. وكمان ليبل 2 اللي هو اصلا ظاهر احمر اهو قدامنا هتخليه فاضي. بس كده تعالوا نعمل رن، هنلاقي الدنيا تمام.